اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعضينا تنظيفات شهر رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. أول حاجة هبتدي بيها الدواخل بتاعتي، الدواليب بقى والإدراج والحاجات اللي بتبقى من جوه مكلكعة، بتاخد وقت شوية في التنظيف. أنا هبتدي بالضرفة وهبتدي أنزل كل الحاجات اللي موجودة على السجادة بتاعتي، عشان اقعد بقى براحتي وارتبها واظبطها واعمل شكل جميل كده للدولاب بتاعي. مهم جدا في التنظيفات اللي هنعملها الفترة اللي جاية ما تدربكيش نفسك ولا حاجة. يعني قومي من النوم براحتك خالص، اعملي اكلك، غدي اولادك، وكمان ذاكري لهم. خلي التنظيفات دي اخر النهار، يعني ساعة واحدة بس هنعمل كل يوم حاجة. على ما يجي رمضان هتبقى شقتك زي الفل. انا هنزل معاكم كل الملايات والكوفرتات والستاير كمان، وهنشوف هنرتب الدولاب بتاعنا ازاي ونجهزه لقدوم رمضان. وكل سنة وانتوا طيبين. ده الكفر بتاع الغسالة، انا شلته وغسلته ومش هحطه طبعا دلوقتي خالص. وادي الدولاب بتاعي بعد ما فضي اهو. انا بقى هشيل المشمع اللي انتوا شايفينه من تحت ده ومن فوق، علشان اوريكم الحاجات اللي انا جايباها الجديدة. وزي ما انتوا شايفين طبعا الدنيا مكركبة، بس ولا يهمني، كل ده هيتلم ان شاء الله وهيبقى شكله جميل جدا اهو. طبعا الشكل يخض، بس ان شاء الله هيتلم كله. ده كلين اللي انا هنضف بيه الدولاب بتاعي من جوه، ملمع اساس وجلود برائحة البنفسج. ده من شركة ماي واي، كنت جايباه ب 11 جنيه. بس الكلام ده طبعا من فترة، هو بيقعد معايا فترة طويلة جدا. انا مش عارفة سعره دلوقتي كام. بفوطة قطن بقى، وهبتدي ألمع الدولاب بتاعي كله عشان يبقى شكله منظم وجميل وريحته جميلة جدا اهو. انا طبعا هلمع الدولاب كله وهرجع لكم تاني اوريكم انا محضرة ايه علشان ادلع الدولاب بتاعي اهو. ايوه، هندلع دولابنا بقى ونحط له بقى مفارش جميلة وشكلها شيك جدا. ده مشمع، المتر جبته ب7 جنيه اهو. جبت اللون الابيض الجميل ده عشان يديني شكل جميل في الدولاب ويفتح نفسي كده على الشكل. وده قماش الخيامية، المتر منه ب10 جنيه. تقدري تستخدمي قماش الخيامية كمفرش، وكمان تقدري تستخدمي المشمع. بس انا هستخدم قماش الخيامية ان انا هعمل منه مفارش للتسريحة بتاعتي. لكن الدولاب هحط له المشمع الابيض الجميل اللي انتوا شفتوه اهو. هيديني روح جميلة قوي على التسريحة، وهيحسسني باجواء رمضان. والمفرش ده عشان يفتح الظرف عندي من جوه، هبتدي اقصه على قد المساحة اللي عندي واحطه عشان ارص عليه بقى الملايات بتاعتي والكوفرتات بتاعتي، واخلي دولابي عروسة. هو زي ما قلت لكم، تقدري تستخدمي ده او تستخدمي قماش الخيامية، يعني اللي انت حابة شكله اكتر استخدميه اهو. يلا بينا بقى نظبط الملايات بتاعتنا ونشوف هنرصها ازاي. ده طقم الاطفال بتاعي اهو، اللي هو ملايتين و4 اكياس مخدات وخداديتين. انا برصه بطريقه منظمه وجميله وما بتاخدش عندي مساحه. هحجز الخداديه دي على جنب عشان نشوف احنا هنطبقه ازاي ونرصه ازاي. دي الملايه الاولى، انا عملتها كده على 4/4، وهبتدي احط عليها الملايه التانية. طريقه بسيطه ما فيهاش حاجه مبهدله خالص اهو. وهبتدي بقى احط عليها اكياس المخدات بتاعتي اهو، والخداديه الواحده، وانا شايله التانية على جنب.
وهبتدي ألفها كده 4/4، اللي هي اللفة العادية بتاعتنا خالص، بس احنا حاطين حاجتنا جواها اهو. الله، تقدري تستخدمي الطقم بالشكل ده وترصيه على هذا الأساس لو حابة. طيب لو حابة تلفي الطقم بتاعك زي ما أنا بعمل على طول، اللي هو طريقة الخدادية. ادي الخدادية معانا اهي، هنحط فيها الطقم كله، هيديكي شكل جميل ومنظم، وفي نفس الوقت مش هيتنعكش جوه الدولاب بتاعك، وكمان هيكون في استغلال المساحة عندك اهو. يا سلام، شكله جميل جدا، وانا بصراحة بموت في الشكل ده اهو. خدادية قدامك مش طقم مفروش، جميل ومنظم، وكل طقم مع حاجته ومع نفسه. وهتشوفوها بقى كمان لما نرصها هيكون الشكل في النهائي عامل ازاي اهو. دي طريقتي في لف الملايات بتاعتي، سواء الأطفال وسواء كمان سرير غرفة النوم، نفس الطريقة. تعالوا بقى نشوف أنا كمان بلف الكوفرتات والدفايات الشتوي بتاعتي ازاي. ببتدي برضو بنفس التطبيقة 4/4، بس دي بقى هبرمها كويس جدا علشان ما تاخدش مساحة عندي جوه الدولاب اهي. نحطهم على بعض ونبتدي نبرم فيهم، ايوه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقدر نحطها بالمنظر ده، بس هنبدأ نحط جنبيها كتير. انا هحط استك علشان ما تفكش مني جوه الدولاب ويبقى شكلها منعكش ومش حلو اهو. لو مش حابه تحطي الاستك مفيش مشكله، بس تحكميها كويس وتحطي جنبيها كذا دفايه عشان يبقوا متماسكين جنب بعض. شايفين؟ عايزه اقول لكم لو انا هطبقها تطبيقه عاديه مش هتيجي معايا بالشكل ده خالص، وهتاخد عندي مساحه كبيره جدا جوه الدولاب بتاعي اهو. شكلها جميل ومنظم اهو، مش محتاجه اي حاجه خالص. دي طريقتي في تطبيق الدفايات بتاعتي، ونفس نظام الكوفرتات بعملها بنفس الشكل. وادي طقم الاطفال. هبتدي بقى ارص الملايات بتاعتي كلها بعد ما اطبقها، وهنرجع تاني نشوف دولابنا بقى شكله عامل ازاي. يلا بينا. الله، شايفين؟ انا كده مقتنعه جدا بالضرفه بتاعت الملايات والكوفرتات بتاعتي، والمفرش شكله منور وجميل جدا. طبعا انا رفعت كل الحاجات الشتوي فوق اهو، رفعتها فوق، والملايات بس هي اللي نزلتها تحت، هتشوفوها دلوقتي. وادي المفرش الجميل بتاعي اهو. دي الملايات زي ما انتوا شايفين شكلها بقى منظم وجميل، مش واخده معايا مساحه، وفي نفس الوقت لما اجي اطلع الطقم بتاعي هيبقى منظم وهتبقى حاجته كلها جواه، يعني مش فيش حاجه هتتنطر كده ولا كده. قدامنا شويه كتار نقدر ننظم فيهم شقتنا. دوالبنا كل الدواخل نبتدي بيها زي ما اتفقنا. ان شاء الله كل فيديو انا هشارككم في تنظيفاته، سواء الدولاب سواء التسريحه، اي حاجه هعملها انا هشارككم فيها. استعدوا معايا. النهارده خلاص خلصنا بند صغير جدا من بنود التنظيفات بتاعتنا، وهو الضرفه المهمه عندي، ضرفه الملايات والكوفرتات والستاير والمفارش بتاعتي. كده تمام. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يلا تشجعي وابتدي معايا. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.